السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة. اليوم فيديو جديد وفيديو حق الملح للمرأة التونسية. هي عادة تونسية بحتة، عربية زيادة، موجودة في بعض البلدان ومنهم تونس. نتفضلوا معنا إلى حق الملح. امتنانا لما يبذلنه من جهد في إعداد طعام الإفطار للعائلة خلال شهر رمضان، وما قد يتطلبه ذلك أحيانا من تذوق ملح الطعام رغم الصيام، مستحقات بذلك ما يعرف بحق الملح. نعم، حق الملح. حق الملح هذه عادة من العادات التونسية اللي محتفظين بها التو التوانسة. هي يوم العيد الزوج يمشي يصلي صلاة العيد، والمرأة تنظف الدار وتطيب الفطور وتطيب القهوة وتحضر الحلو وترتب الطاولة وتحضر الطاولة، وهي تكون زيادة منظفة روحها ومزينة ولابسة لباس جميل. ووقت اللي يجي راجلها تعطيه القهوة وتقول له عيد مبارك سعيد، وهو يرجع لها القهوة بهدية من الذهب أو الألماس أو البياء، يعني الفلوس النقدية. دونك عادة احنا تعودنا عليها من صغرنا والتو موجودة عنا، وإن شاء الله تكون كل واحدة منكم عندها حق في هذه العادة التراثية هي والعائلية، وتزيد تقرب زيادة القلوب لبعضها وتقرب الود زيادة بين القلوب لبعضها. هو حق الملح وحق المرأة اللي ذاقت الملح رغم صيامها وما فطرتش. كل سنة وانت طيبة كل امرأة، كل سنة وانت طيبة كل نساء العالم، كل سنة وانتم طيبين. بصراحة المرأة تستحق كل خير، لأنه شغلها مش شوية، تخدم برا البيت وجوا البيت وللأطفال، ورغم هذا الكل ما تقولش راسي كما نقولوا احنا نساء. دونك من حقها يعني بصراحة نشجعوها ونعترفوا بالجميل اللي تعمل فيه، رغم هي ما تتصوروش ما تعملوش وما تحطوش جميل قاعد تعمل فيه، هذاك شغلها وبيتها وزوجها. ولكن بالنسبة للشغل وللمشاق وللتعب اللي تقوم به المرأة، نعم يعني نجموا نقولوا لها شابوبا سيدتي الكريمة. كل سيدات العالم وكل مرأة قائمة على واجبات بيتها وزوجها وأهلها زيادة. الطرف الآخر لازم ما ننسوهمش. هذا هو حق الملح حبايبي. فيديو كان جميل جدا بالنسبة لي. ما نجمش يعني نكمل رمضان إلا بيه. كل سنة وانتم طيبين، ومش نعطيكم حقوق أخرى من حقوق المرأة في تونس، وهي الحق في الإرث بما حدده الشرع، حقها في إبداء الرأي والمشاركة في القرارات العائلية، حقها في المساواة عندما تتحقق شروطها. وقد ذكرت مجلة الأحوال الشخصية أيضا في الفصل 18 أن تعدد الزوجات ممنوع، وهذا في صالح المرأة التونسية. وأيضا من حقوق المرأة أن تختار زوجها وأن لا تطلق إلا في المحكمة التونسية. دونك ان شاء الله حبايبي يعجبكم الفيديو. كل سنه وانتم طيبين. وبعض ليزاستيس اللي تنجموا تهديوا زوجاتكم بهم. اخواني اخواتي الرجال، نحبكم ونموت عليكم احبتي في الله. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واحنا من كل عام وانتم حيين بخير، والقاكم ان شاء الله في فيديو اخر مع السلطانه هيام. حبايبي نلتقي لنرتقي، وخلوا السعادة عادة والتفاؤل أسلوب لحياتكم. هذو صوري أنا مع بعض الهدايا الجميلة اللي كانت اللي موجودة عندي واللي تهديت لي زادة بالمناسبة. شكرا جزيلا، ألقاكم في فيديو آخر حبايبي، نحبكم ونموت عليكم. باي.